السلام عليكم دفعة تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنكمل بقى منهجنا. كان فاضل لنا آخر حاجة خلاص خدناها كان ال VBT وال Hybridization. فالنهاردة هنبدأ نكمل بقى منهجنا، فهنتكلم على التالت نظرية معانا اللي هي Physical Theory. فالنظرية دي بتتكلم عن ايه؟ لو احنا فاكرين كان من ضمن الحاجات اللي كانت مشاكل في اوكتت رول كان فكرة ان هي مش بتهتم بالسبيشال شيب، مش بتهتم بيه خالص، ما كانتش بتوضحه اصلا، ولا كانت بتوضح حتى الانجل بين البونز عاملة ازاي او اي حاجة من الكلام ده. فده اللي هيركز عليه الفيسبر سيري. طيب ازاي الكلام ده؟ قالك بص، انت مبدئيا احنا اول حاجة معاك هو الابريفيشن بتاعك هو الاي والاكس والاي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ايه الاي وايه الاكس والاي دي؟ قال لك اول حاجه الاي دي السنترال اتوم. جميل، يبقى الاي دي هي السنترال اتوم اللي موجوده عندك في ايه، في المولكيول ده. طيب الاكس دي الاتومز اللي عامله بوند مع السنترال اتوم. طيب حلو، ايه الاي بقى دي؟ الاي دي اللي هي اللون بيرز. يبقى انت عندك كده الابريفيشن بتكمل تلات حاجات. اول حاجه الاي اللي هي السنترال اتوم، والاكس اللي هي الاتومز بوندد ويز ذا سنترال اتوم، والاي اللي هي اللون بير. فمثلا ممكن اقول لك الابريفيشن بتاعك هيبقى اسمه AX2. فلو قلت لك ان اسمه AX2 فمعنى كان احنا عرفنا ان احنا عندنا في سنترال اتوم وماسكه مع تو اتومز تانيين، وبس كده يبقى ده اسمه AX2 ومفيش هنا ايه، معنى كده مفيش لون بير. طيب في حاجه بقى عندك اسمها الكترون ديست ليجنز. تمام، دي عندك في المنهج يا هتبقى 2 يا تبقى 3 يا تبقى 4. طيب لو لقيتها 2 اعرف ان المولكيول ده هيبقى الارينجمنت بتاعت الالكترون بير بتوعه هيبقى اسمه لينير. ماشي، بص عشان بس تبقى فاهم احنا ماشيين ازاي. دلوقتي انت عندك في ابريفيشن، تمام؟ الابريفيشن ده لمركبات معينه، في حاجه اسمها الكترون ديست ليجن، ماشي، اللي هي مناطق الكثافه الالكترونيه. تمام، دي بنعرفها على اساس ايه؟ على اساس الابريفيشن بتاعنا. بمعنى الالكترون ديست ليجن دي اصلا هي عباره عن الاكس والاي، فهنا الابريفيشن اسمه ايه؟ اكس 2. فبالتالي احنا عندنا هنا اكس بس مفيش اي. طب الاكس فيها كام؟ في 2 اكس، يبقى معنى كده ان الدينستي ريجنز تبقى 2. تمام. طيب وبعدين قال لك بعد كده في حاجه اسمها سبيشال شيب وفي حاجه اسمها الكترون بير ارينجمنت. طيب ايه الفرق؟ السبيشال شيب ده شكل فراغي، الالكترون بير ارينجمنت دي مش بتختلف غير باختلاف الالكترون دينستي ليجنز. تمام، يبقى دي ودي مش هيختلفوا غير باختلاف بعض. طيب وبعدين اسال انا عندي كام لون بير وعندي كام مود بير، فبالتالي كلهم كام. تمام. طيب تاني بقى من الاول، يبقى عندك الابلكيشن ده اسمه اكس 2، فبالتالي الالكترون دينستي ليجنز بتاعته هيبقوا 2. تمام. طيب بعد كده اتكلم على الالكترون بير ارينجمنت. لما تلاقي ان الدينستي 2، الكترون دينستي ريجنز 2، اعرف هو لينير. طيب وبعد كده سبيشال شيب، طالما الابريفيشن ما فيهوش اي اعرف ان كده كده السبيشال شيب هو الكترون بير ارينجمنت، الاثنين هيبقى نفس الحاجه. فبالتالي هنا برضه السبيشال شيب هيبقى لينير. طيب بما ان هو اسمه ايه اكس 2، هل ده فيه اي؟ ما فيهوش اي، فبالتالي اللون بير بزيرو. طيب عندك كام اكس؟ عندك 2 اكس، فبالتالي بما ان انت عندك 2 اكس فهتلاقي ان انت كده عندك 2 بوند بير، يبقى مجموعه كله على بعضه كام؟ يبقى مجموعه كله على بعضه 2. تمام، عندك 2 بوند بير ومفيش لون بير. طيب ايه الاكزامبلز اللي هنا؟ بي اي اف 2 وسي او 2 واي حاجه مع البريليوم. اي حاجه مع البريليوم اعرف ان هي هتكون اي اكس 2. تمام. طيب زي ما اتفقنا اسمه لينير صح كده. لو جيت تتكلم على الانجل اللي موجوده فهتلاقي ان الانجل هتبقى 180. تمام، لان هو عامل زي ما يكون خط فهيكون 180. يبقى احنا عرفنا كده ان الاي اكس 2 بيكون عنده السبيشال شيب بتاعته بيبقى لينير، والارينجمنت بتاعت الالكترون بيرز بتاعته برضه بيبقى لينير. تمام، والانجل في بين البونز بتاعته بتبقى 180 درجه. طيب حلو قوي. تعالى نتكلم على تاني حاجه معانا، الابريفيشن اللي اسمه AX3. بما انه اسمه AX3 فبالتالي هتلاقي ان الالكترون دينس ريجنز بتاعته 3. ما احنا اتفقنا الالكترون دينس ريجنز دي هي الاكس والاي، فهنا في 3 اكس، فتمام خلاص اوكي. قال لك لو لقيت في 3 الكترون دينس ريجنز 3 اعرف ان الالكترون بير بتاعتك الارجمنت بتاعتها بقت تراجنال بلانر، اللي هو مثلث مستوي. تمام، يبقى لو لقيت الالكترون دينس ريجنز بتاعتك 3 اعرف ان الارينجمنت هيبقى تراجنال بلانر. تمام. طيب والسبيشال شيب، بما ان انت كده كده الابريفيشن ما فيهوش اي فمش هيتغير، يبقى هو كمان تراجنال بلانر. يبقى انت عندك كده الالكترون بير والسبيشال شيب الاثنين تراجنال بلانر. طيب الاكس 3 ده هل ده فيه اي؟ ما فيهوش اي، فبالتالي اللون بير هتبقى 0. طيب في 3 اكس فبالتالي البوند بير هيبقى 3.
يبقى معنى كده ان الريزلت بتاعنا هيبقى 3. طيب زي مين؟ زي الاس او 3، زي البي اف 3، واي حاجه مع البورون. اي حاجه مع البورون اعرف ان هي هتكون باكس اي اكس 3. جميل جميل. وهتلاقي ان الانجل هنا هتبقى 120. تمام. يبقى تاني الاي اكس 3 عندك في 3 الكترون ديست ريجنز. ماشي. السبيتشال شيب بتاعته والالكترون بير ارينجمنت بتوعه الاثنين تريجونال بلانر. ما فيهوش لون بير، في 3 بوند بير. ماشي. زي الاس او 3، زي البي اف 3. وزي ما اتفقنا اي حاجه فيها بورون اعرف ان هي تبقى اي اكس 3 برضه. طيب بعد كده عندك ابريفيشن اسمه اي اكس 2 اي. فبالتالي ده الالكترون ديست ريجنز بتاعته هيبقوا 3. ليه 3 يا مستر؟ ده اكس ب2. ما احنا اتفقنا بتبقى اكس والاي. فعندك الاكس ب2 والاي ب1. يبقى كده مجموعهم 3 برضه. طيب زي ما اتفقنا طول ما الالكترون ديست ريجنز 3 يبقى الارينجمنت هيبقى تريجونال بلانر. ايه هنا يتغير؟ السبيشال شيب. يبقى هنا الالكترون بير ارينجمنت هيبقى تريجونال بلانر زي ما هو. اللي يختلف في السبيشال شيب. السبيشال شيب بتاعتك بيبقى انجولار او ساعات بتقلها بنت. انجولار او بنت الاتنين بمعنى زاوي. تمام. يبقى انت عندك كده الاي اكس 2 اي الالكترون ديست ريجنز بتاعته هيبقوا 3. يبقى الالكترون ارينجمنت يبقى تريجونال بلانر. يبقى معنى كده السبيشال شيب بتاعت الموليكيول هتبقى اما اسمها انجولار او بنت، وده اول اختلاف يحصل معانا اهو. طيب من الابريفيشن ده في كام عندك لون بير وكام بوند بير؟ هتقول لي يا مستر والله انا شايف في اي واحده، فبالتالي ده كده ايه؟ ده لون بير. وشايف 2 اكس يبقى كده عندنا 2 بوند بير. يبقى معنى كده الريزلت بتاعته هنقول 3 برضه. تمام. وعشان تبقى عارف اي ابريفيشن في منهجك هتلاقيه اي اكس وبعديه اي واحده، اعرف ان هو هيبقى في السبيشال شيب بتاعه اسمه انجولار او بنت. تمام. طيب زي مين؟ زي الاس او 2، زي الان او 2، زي الاو 3. تمام. لو عايز تعرف الانجل فالانجل بتكون less than 120. ماشي. لو اقل من 120 مش يعني ما فيش رقم معين لان هي بتختلف من المولكيول للتاني، بس احنا نقدر نقول عليه يعني ان هو بيكون ايه؟ بتبقى اقل من 120 وخلاص. تمام. ده الابريفيشن معانا. نكمل بعد كده. عندك الاي اكس 4. طيب الاي اكس 4 ده يبقى من شكله كده في 4 في كده 4 الكترون ديست ريجنز. طيب طالما في 4 الكترون ديست ريجنز يبقى معنى كده الارينجمنت بتاعه اسمه تتراهيدرال. تتراهيدرال اللي هو رباعي الاول. تمام. طيب يبقى اتفقنا كده لو الكترون ديست ريجنز بتاعنا 4 هيبقى تتراهيدرال. طيب حلو قوي. زي طب والسبيشال شيب بتاعته، السبيشال شيب بتاعته بما ان انت بتتكلم على ما فيش اي ايه في الابريفيشن بتاعك يبقى برضه هيبقى هو. فبالتالي هو كده السبيشال شيب بتاعتك والايكون بير ارينجمنت الاثنين هيبقى تتراهيدرال. طيب من الابريفيشن في كام عندك لون بير؟ فالاجابه ما فيش. طيب عندك كام بوند بير؟ عندك 4 بوند بير. يبقى معنى كده المجموع كله على بعضه 4. جميل. طيب وبعدين الاكزامبلز CH4 CF4 SiF4 SO4 NH4. يعني بص يعني عشان تبقى واخد بالك لو لقيت كربون ومعاه أربع اتومز ايا كان ايه هما، فاعرف ان ده هيبقى X4. يبقى كربون ومعاه 4 اتومز ايا كان ايه هما، اعرف ان هو كده ايه؟ يبقى X4. تمام. طيب الانجل فيه بتكون كام؟ بتكون 109 ونص. يبقى تتراهيدرال اللي هو AX4 بيبقى الانجل فيه 109 ونص. تمام. زي ما اتفقنا هو في 4 الكترون ديست ريجنز ويبقى معاك السبيس شيب بتاعته والالكترون بير ارينجمنت الاتنين تتراهيدرال. طيب جميل. خش على بعض. AX3E. طيب AX3E دلوقتي يبقى احنا عندنا كده الكترون ديست ريجنز. جميل. طيب الالكترون ديست ريجنز عندك كام؟ هيبقى 4 برضه. ليه 4؟ في 3 اكس وواحدة اي. طيب يبقى الارينجمنت بتاعته هيبقى تتراهيدرال. طول ما دي 4 طول ما ده تتراهيدرال. يجي بقى السبيس شيب بتاعته يا اما اسمه تريجونال بيراميدال يا اما 3 بيس بيراميد. هو 3 بيس بيراميد ده اللي مكتوب عندك في الكتاب. ماشي. لكن هي تريجونال بيراميدال ده الاشهر يعني. تمام. فدي اوكي ودي اوكي يعني الاتنين بنفس المعنى عموما. تمام. طيب من الابريفيشن ده بقى عندك كام لون بير وعندك كام بوند بير؟ من الابريفيشن ده هتلاقي عندك في لون بير واحده وفي 3 بوند بير، فبالتالي هيبقى مجموعهم برضو 4. طيب زي مين؟ زي NH3 BH3 NF3 ClO3. لو لقيت نيتروجين وجنبه 3 اتومز فممكن تعتبرها ان هي كده AX3 او فوسفورس لان الاتنين نفس الجروب كده كده يعني. وده اللي هنعرفه ان شاء الله في شابتر 2.
تمام. طيب الزاوية بتكون كام؟ الزاوية بتكون 107. جميل. طيب حلو أوي الكلام ده. يبقى تاني الابريفيشن اسمه AX3E، في 4 الكترون ديست ريجنز. شكله الارينجمنت بتاعته بيبقى تتراهيدرال، اما السبيشال شيب بتاعته بيبقى ترينجل بيراميدال او اسمه 3 بيز بيراميد. طيب في كام لون بير وفي كام بوند بير؟ في لون بير واحدة بس وفي 3 بوند بير، يبقى المجموع كله على بعضه هيبقى 4. تمام. طيب اخر ابريفيشن معانا هو AX2EE2. AX2E2. تمام. طب ال AX2E2 ده برضه هيبقى عنده 4 الكترون ديست ريجنز، فبالتالي اكيد هيبقى تتراهيدرال في الارينجمنت بتاعته. طيب وانا قلت لك لو لقيت AX2 ايا كان كام ايه جنبه، اعرف ان ده كده هيبقى السبيشال شيب بتاعته انجولار، زي ما كنا بنقول AX2E، فده AX2E2. ماشي. فده برضو انجولار او اللي هو بنت. طيب يبقى احنا عندنا كده AX2E2 اللي هو انجولار او بنت. الكترون ديست ريجنز بتاعته زي ما اتفقنا هم 4، 2X و2E، والسبيشال شيب بتاعته قلنا انجولار او بنت، والارينجمنت بتاعته بقى تتراهيدرال. ماشي. في كام لون بير؟ من شكله كده يبقى في 2 لون بير. طيب وفي كام بوند بير؟ برضو من الابريفيشن بتاعك يبقى في 2 بوند بير برضو. يبقى معنى كده ان مجموعهم كله 4، زي ال H2O اشهر حاجة، وال H2S SF2 و OF2. تمام. طيب الانجل كام؟ الانجل بتبقى 104 ونص، سيبك من ده عشان احنا بنركز على ده اكتر، اللي هو الووتر بتبقى 104 ونص. تمام. طيب كده احنا خلصنا الابريفيشنز بتاعتنا كلها، فممكن نرجعهم كده بسيط كده بسرعة. اتفقنا ان اول حاجه معانا كانت AX2. AX2 كان فيها 2 الكترون ديست ريجنز، كان السبيشال شيب بتاعتها زي الارينجمنت والاتنين لينير. ماشي. فيها 2 بوند بير، زي ايه؟ زي اي حاجه مع بريليوم او كربون دايوكسيد. طيب بعد كده كان عندنا ابيفيشن اسمه AX3، كان فيه 3 الكترون ديست ريجنز. طالما في 3 الكترون ديست ريجنز يبقى معنى كده الارينجمنت بتاعته هيبقى تريجنال بلانر. تمام. طيب وبما ان هو ما فيهوش ايه، فبالتالي السبيشال شيب بتاعتك برضه هيبقى تريجنال بلانر. تمام. طيب ويبقى عندك اللون بير 0 والبوند بير 3، زي ايه؟ زي اي حاجه معاها بورون او SO3. بعد كده عندك AX2E، فبالتالي ده برضه عنده 3 الكترون ريجنز. ليه؟ عشان 2X وواحده E. طيب طالما عنده 3 الكترون ديس ريجنز يبقى اكيد اسمه ترايجونال بلانر في الارينجمنت بتاعته. فده السبيشال شيب بتاعته، واللي قلت لك اي حاجه AX2 وجنبها E ايا كان كام E فهي اسمها انجولار او بنت. ده في لون بير واحد وفي 2 بوند بير، فبالتالي الريزلت هيبقى كله 3. تمام. زي SO2 NO2 O3. طيب بعد كده عندك AX4. AX4 ده فيه 4 الكترون ديس ريجنز. طالما في 4 الكترون ديس ريجنز يبقى معنى كده الالكترون بير ارينجمنت هيبقى تتراهيدرال، وبما ان مفيش ايه عندك هنا فبالتالي برضه السبيشال شيب هيبقى هو تتراهيدرال. جميل. يبقى معنى كده ان طالما مفيش ايه يبقى دايما السبيشال شيب هو الالكترون بير ارينجمنت. جميل. مفيهوش لون بير، في 4 بوند بير زي السي ومعاها اربع حاجات ايا كان ايه الاربع حاجات دول. تمام. وزي ما اتفقنا الزاويه بتبقى 109 ونص. بعد كده عندك حاجه اسمها AX3E، فبالتالي في برضو 4 الكترون ديس ريجنز، 3 اكس وواحده اي، فبالتالي هتلاقي ان الارينج بتاعتها تتراهيدرال. طيب اما السبيشال شيب بتاعها بقى اسمه تريكنال بيراميدال او 3 بيس بيراميد. تمام. طيب في واحده بس لون بير، في 3 بوند بير، فالريزلت بتاعتك هيبقى 4، زي الان ومعاها اي 3 اتوم زي 3 اتومز، او الفوسفورس ومعاها 3 اتومز. تمام. او هما المشهورين يعني دول اشهر. بعد كده اخر حاجه كان AX2E2، يعني برضو في 4 عشان 2X و2E، وطالما في 4 يبقى الارينجمنت بتاعته تتراهيدرال. اما السبيشال شيب بما ان ده AX2E ايا كان عندنا كام اي جنبه يبقى ده اسمه انجلر او بنت، زي ال H2O اشهر حاجه وال H2S دول اشهر حاجات فيه. تمام. طيب اخر حاجه قبل ما نقفل على الفيسبر سيري بيقول لك ايه؟ كل ما الالكترون بيرز زي كل ما اللون بير بتوع الالكترون تزيد كل ما هتزود الريبالجن، فبالتالي هيقلل الانجل في الكوفيرنت بوند. بيقول لك اكتر ريبالجن هيأثر هي لو لون بير مع لون بير، وبعد كده لو لون بير مع بوند بير، واقل حاجه لو بوند بير مع بوند بير. وراح مديك امثله. ده الميثان اللي هو CH4 ما فيهوش لون بير خالص، كله بوند بير، فالريبالجن اللي بين البوند بير وبعدها مخليها الزاويه كام؟ 109 ونص. طيب نيجي بعد كده الامونيا اللي هو NH3.
في عنده هنا لون بير، فبالتالي في ريبالجن بين اللون بير وبين البوند بير دول، فهتلاقي ان الايه، هتلاقي الانجل قلت شويه بقت 107. تمام. اما في الووتر فانت عندك فيه 2 لون بير اصلا، فبيعملوا ريبالجن بينهم وبين بعض كمان، فبالتالي هتلاقي ان البوند اقل بوند فيهم هتبقى 104 ونص. يبقى معنى كده الريبالجن بيتأثر بفكرة ان هو لو لون بير مع لون بير دي اكتر حاجة تأثر فيه، اكتر حاجة تأثر في الانجل. لو لون بير مع بوند بير تأثر بس مش زي التانية، ولو بوند بير مع بوند بير فدي اقل تأثير خالص. عشان كده بوند بير مع بوند بير زي الميثان كانت 109 ونص، لكن لون بير وبوند بير زي الامونيا كانت 107، ولون بير مع لون بير بقت 104 ونص زي الووتر. تمام. تعالى نحل بقى شوية على اللي احنا خدناه ده. اول حاجه بيقول لك ايه abbreviation AX3E كان express a نقط AX3E. فاحنا اتفقنا حاول تبص على نيتروجين او فوسفورس ومعاها 3 اتومز. H2O لا دي لسه كنا بنتكلم عليها في الاخر خالص، دي اسمها انجولار او بنت عشان دي X2E2. طب ال CH4 دي AX4 فمش هي. اما ال BH3 فهو برضو البي اهو ومعاها 3 ذرات زي ما اتفقنا، فبالتالي فعلا دي كده يبقى اسمها AX3. اما البي اف 3 فده AX3 بس زي ما اتفقنا، اي حاجه فيها بور نعرف ان هي AX3. Molecules that stand for a special shape by the abbreviation AX2E2. What are the pair of bond electrons and the number of pairs of free electrons in the central atom in the molecule. بيقول لك abbreviation بتاعه AX2E2، فبيسألك في كام بير حواليه، في كام لون بير حواليه او فري بير حواليه، وفي كام بوند بير حواليه. طبعا من هو اسمه AX2E2 يبقى في 2 و2، فبالتالي في 2 بوند وفي 2 فري. طيب the H2S molecule is expressed by the abbreviation نقط. اعرفها منين؟ هل لازم تبقى حافظها؟ لا، انت ممكن تاخد العدد بتاعك اللي هو الاتوميك نمبر بتاعك وتبدا انت توزع، فبالتالي تعرف كل واحد بقى حواليه كام الكترون، فتعرف تمشيها بالمنطق ده زي ما كنا بنعمل لويس دوت موتل. هتعملها بنفس الفكره دي وتشوف هيبقى في عندك كام في كام لون بير وفي كام بونت بير، ومن خلالها تعرف تجيب الابريفيشن بتاعك. طيب H2S ده كان زي الميه، فهو كان بالنسبه لنا AX2E2. طيب NO2 ion is abbreviated as نقط. Na2 ion الايونز بتلخبط شويه، فالايون ده كان شكله كده، كنا رسمناه المره اللي فاتت اصلا. يا مستر مش الشكل ده، ادي سنتر اتوم اهي يبقى ده A، وفي عنده 2 اتومز تانيين يبقى كده AX2، وفي عنده لون بير يبقى اسمه AX2E. يبقى معنى كده ان ال NO2 ion ده AX2E. تمام. طيب all of the following shall be expressed by in the abbreviation AX3 except. كل دول هيبقوا AX3 ما عدا واحد فيهم. اول واحد يقابلك ال BH3 اللي انت اصلا لسه قايل فوق ان هو اسمه AX3E، ولو جيت رسمته هتلاقي عنده لون بير لان الفوسفورس 15، يعني هنقول 2 8 5، فهيكون حواليه 5 الكترونز. ماشي لو احنا هنتكلم كلويس يعني هيشارك او هيعمل شير ب 3 الكترونز مع 3 هيدروجين، هيبقى عنده 2 الكترونز اللي هم اسمهم لون بير، فبالتالي يبقى اسمه AX3. اما الباقي هيبقى اكيد AX3. طيب ناخد اسئله تانية. The stereoform of the CH4 molecule. stereoform لكنه بيقول لك special shape هي. طيب بما ده CH4 فده AX4، فكان اسمه تتراهيدرال، سواء كان سهل على الستيريوفورم او كان سهل على الارينجمنت. اللي تحتها بقى يسألك على الارينجمنت يقول لك ايه the order of the electron pairs in the SO3 molecule takes the form of نقط. بيسأل على SO3 ال SO3 فالاس ده يعرف يعمل 6 بونز والاو يعرف يعمل 2، فبالتالي هو اصلا هيبقى الشكل قدامك هيبقى AX3. تمام. زي ما اتفقنا هي بتتجاب ازاي، بتتجاب ان انت بقى في الاتوميك نمبر وتبدا انت توزع وتشوف بقى تعملها ازاي. تمام. لكن هي مش بتتجاب بالنظر، يعني مش لازم تكون جايبها بالنظر عادي، ومش لازم تحفظها، احنا مش هنخش نبصمج. تمام. انت المفروض تكون عارف الاتوميك نمبر او هو بيبقى مديلك الاتوميك نمبر وانت توزع وتعرف ترسم على اساس اللويس، وبعد كده تعرف كده عندك كام بوند بير وعندك كام لون بير، ومن خلاله تعرف تجيب ايه، تعرف تجيب من خلال الابريفيشن بتاعك. طيب ولو زدت الابريفيشن خلاص خلصت، فده اسمه AX3. فبالتالي ده كده بلانتلي ترينجل اللي هو زي ما اتفقنا هو. تمام. طيب a compound that contain only 3 binding pairs اللي هي bond pair يعني and doesn't contain free pairs.
is a special shape of form is not. ده كان عنده 3 bond pair وما عندوش lone pair، يعني ده من الاخر اسمه AX3. فال AX3 ده هيبقى planar triangle برضه زي التاني. طيب the pair of electrons in NH3 take the form of، خد بالك كده بقولك ايه البير اوف الكترون. هو هنا مش عايز الستيريو فورم او مش سبيشال شيب، هو انا عايز الارينجمنت. فالارينجمنت بتاع ال NH3 ده اصلا NH3 ده كان AX3 بما ان هو اسمه AX3E، فبالتالي كان عنده 4 الكترون ديس ريجنز. طالما عنده 4 الكترون ديس ريجنز يبقى بالتالي ده تترا هيدرال، فاوعى تتلخبط. تمام. طيب سؤال 10. What is the special shape of AB2 compound whose central atom is surrounded by 3 regions of electron density؟ خد بالك من حاجة، هو قالك هنا AB2، ما تخدعش وتقول ده كده AX2. ليه؟ لأن هو قالك في 3 regions حواليه. طب يعني إيه يا مستر؟ ما هو إحنا متفقين إن ال 3 regions دي أو ال regions بتاعت electron density عموما هي مجموعة الإكس والإي، صح كده؟ طيب من الشكل اللي قدامنا في 2 إكس، صح؟ في 2 إكس، بس هو قالك إن في حوالي 3 مش 2 بس. فبالتالي اكيد كده في لون بير، يبقى كده الابريفيشن بتاع الاي بي 2 ده اسمه AX2E. طب AX2E ده يبقى شكله عامل ازاي في السبيشال شيب بتاعته عامل ازاي؟ طالما اسمه AX2E يبقى ده كده انجلر اللي هو بنت. تمام. وبس كده كده احنا حلينا على الجزء ده، فاضل جزء صغير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ونبقى كده خلصنا شابتر 1. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.